شۆبینار و تەماشەوانن پۆدکاستا کوردی دەماوە تەبدە خۆش بێ ونجارەکە دی بخێر هاتن و خەلەکەکەن وش پۆدکاستی vê careke dî xaleka me hinekî taybet e bi rastî mêvanê min jî kesayetiyekî Sûriye got bi zimanê Kurdî nizanê bi Erebî daxivê bi rastî min xwest bibe mêvanê vê podkastê ji ber helwestên wî derbarê Sûrî giştî de û derbarê pirsgirêka Kurdî gelekî ew helwesta ha kêm di nav Sûriye dedkarê 10 kesa yanî ser tiliha bijimêre ew kesiyê got îro mafê hemû millet û pêkhateyên Sûrî dibînin weke mafekî rewa. Ji bo wilo jî min xwest em helwesta wî derbarê pirsgirêka Kurdî de derbarê rewşa Sûrî de derbarê va bûyerên dawî de got va hoz û êlên Ereba dixwestin xwîna Kurda helal bikin. تحياتي أستاذ عبد الرزاق حاج محمد، أهلا بك ضيفا عزيزا على منصة بكردي بودكاست. تحياتي لك، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المتابعين، سعيد جدا بوجودي معك. ونحن سعداء صديقنا الأستاذ عبد الرزاق اللي هو يعني كاتب وسياسي و له حضور قوي في المشهد السوري يعني محلل سياسي يعني يقرأ الواقع السوري برؤية حيادية. لهذا سوف نحاول تسليط الضوء على الواقع السوري، يعني الأحداث، يعني المستجدات الأخيرة، وتحديدا الوضع الكردي، كون الأستاذ عبد الرزاق له مواقف واضحة تجاه القضية الكردية في سوريا، ويعتبر من الكتاب والسياسيين السوريين القلائل الذين يعدون على الأصابع حول وفق هذه القراءة التي نراها في المجتمع السوري. لهذا سوف أبدأ أستاذ عبد الرزاق من هذه المقدمة. لماذا يندر وجود سياسيين أو نخب سورية أو مثقفين سوريين يعني ليست لديهم قراءة يعني كما هو الواقع السوري، يعني الحقوق الطبيعية لجميع السوريين سواء العرب، الكرد، الطوائف، الثقافات، يعني كيف تفسر هذه الإشكالية؟ هي ليست ظاهرة، هي إشكالية، هي باعتقادي إشكالية يجب أن تتم دراستها. لماذا؟ يعني هل من المعقول شعوب تعيش مئات السنين سوية وفي لحظة ما تجد بأن وكأن هؤلاء أعداء، يعني خاصة من قبل النخب، ويعني النخب السورية العربية؟ يعني كيف تفسر هذه الظاهرة؟ تفضل. من اللحظة الأولى اللي تشكلت فيها سوريا الحديثة، اللي هي بعد اتفاقية سايكس بيكو، سواء كنا متفقين أو مختلفين عليها، حصل تراكم هائل للإيديولوجيات التي لم تكن في مكانها الصحيح، لأن سوريا هي بلد متنوع عرقيا وأثنيا ودينيا ومذهبيا، فيها كل أنواع التنوع. لكن للأسف الشديد فشلنا من اللحظة الأولى بأنه نوضع سوريا بمكانها الصحيح ونراعي هذا التنوع. فكانت دائما الدولة بشكل كامل مسيطرة أو مسيطر عليها ومسلوبة، وكانت دائما تستلب المجتمع معها. فحصل تراكم لكثير من الإيديولوجيات، اللي هي بعض منها إيديولوجيات قومية وبعض منها إيديولوجيات دينية، وأيضا ربما يكون هناك أشياء أخرى. هاي الإيديولوجيا اللي كانت تسيطر على سوريا بفترات متلاحقة، يعني تروح إيديولوجيا تجي إيديولوجيا الثانية تسيطر على الدولة، كان دائما وأبدا همها الأساسي أنه تربي المجتمع بالطريقة اللي هي بدها إياه لحتى يضمن بقائها ووجودها أو استمراريتها أكثر فترة ممكنة. هاي الحالة خلت الدولة تهتم بشكل كامل بسلك الإعلام، بسلك التعليم والتربية، بضخ المعلومات المزيفة وتزوير كل شيء، من أجل فقط أن تسيطر على النخب بالدرجة الأولى ومن ثم على المجتمع.
لذلك هلا اذا كان جينا طلعنا على الواقع السوري بنلاقي انه في عندنا كثير ممن يقولون او يقال عنهم بانهم نخب، ولكن لو جيت لهدول النخب بتلاقي كلياتهم مجتمعين على فكره اللي هي اقصاء الاخرين، كونه انه هن يتربوا على هاي الحاله المقصوده بشكل كامل. فللاسف الشديد خلال فتره زمنيه طويله كانت كافيه لانه نصلح كثير بالاخطاء اللي كانت موجوده بسوريا ولا تزال. للاسف الشديد ربما يكون هناك نخب، وهذه النخب كثيرة جدا، ولكنها كلها تجتمع على الفكر اللي بالأصل انبنت سوريا على أساسه، واللي هو فكر خاطئ. فنحن في عنا فكر خاطئ، في عنا دولة خاطئة، وفي عنا بالأصل معلومات عم تتسرب للعقول، هي معلومات خاطئة عن تاريخ سوريا وعن الأصول اللي موجودة بسوريا والمكونات الموجودة بسوريا. فبينطبق علينا المثل بيقول، من أجل أن أكون مختصر بهذا السؤال رغم أنه من أعمق الأسئلة الموجودة في الواقع السوري: كل إناء بالذي فيه ينضح. الموجود عندنا هو دولة حتى اللحظة هي دولة إقصائية للجميع، فربت نخبها الخاصة، وحتى اللي عارضوا بفترة من الفترات الأنظمة الموجودة بسوريا بتلاقيهم بداخلهم موجودة هاي الحالة الإقصائية. لهذا السبب يندر، وأنا فعلا متفق معك، يندر أن تجد نخب أو تجد شخصيات تقول الحقيقة فقط. أنت وصفتني هلأ بالوقت الراهن توصيف جميل، أنا بشكرك عليه، لكن أنا بدي أصلح هذا التوصيف وأقول أنا لا أصنف نفسي بأنني صديق أو عدو لأحد. أنا أصنف نفسي بأنني إنسان أقول الحقيقة فقط لا غير، يعني إنسان يرى الواقع ويقول الواقع، وبحب أسلوب الصدمة للجميع. للأسف الشديد الإيديولوجيا اللي سيطرت على سوريا هي المسؤولة أولا وأخيرا عن هذا الفكر الإقصائي لدى المجتمع ولدى النخب. نعم. لماذا وصفت بالصديق؟ يعني يعني هي أيضا إشكالية. لماذا؟ لأن من المفروض أن نكون الجميع بنفس السوية. عندما أقرأ الواقع أدافع عن حق العربي السوري سواء أو المختلف الآخر، سواء ثقافيا أو طائفيا، قبل الحق الكردي. لهذا عندما أصف بعض الكتاب أو المثقفين بأصدقاء الكرد، هذا يعني بأن هناك كما تفضلت رأي جمعي شوفيني إقصائي ضد الآخر المختلف سواء عرقيا أو طائفيا. لهذا سوف أذهب إلى السؤال الذي ينسحب من هذا السؤال، وهي يعني الأحداث اللي صارت قبل كم يوم، يعني تعكس هذا التشخيص الذي تفضلت به أستاذ عبد الرزاق. وهو يعني على الرغم من البعض قال بأن يعني تحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية، لكن ما رأيناه طيلة يعني من 2011 ل 2024 بدأت تظهر، يعني أزيح الغطاء عن الستار عن حقيقة الواقع السوري والحقد وخطاب الكراهية. لكن بعد 2024 ومجيء هذه السلطة، يعني كمية الحقد والكراهية والتحريض ويعني كل شيء عفن في عقول هذه الجماعات بدأ يظهر على حقيقته. يعني نستطيع أن نشكر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كشفت الحقيقة. يعني مثلا خيمة الحرب، يعني في قبل أيام، هل من المعقول أن تنصب خيمة حرب بعض العشائر أو ما يسمى بالعشائر تحت وجود ما يسمى بسلطة أو دولة، ولا تتحرك هذه الدولة؟ يعني حتى بعيدا عن الدولة، كيف يمكن لجاري العربي الذي نعيش مئات السنين أن ينقلب بين ليلة وضحاه إلى غازي ويسبي ويفعل ما يريد؟ يعني كيف تفسر هذه الظاهرة؟ أيضا هذه يمكن اعتبارها ظاهرة يعني إشكالية أيضا. تفضل. لو جيت سألت كل هذول الناس اللي للأسف الشديد عم يعبروا عن هاي الحالات شو هو معنى كلمة نظام من وجهة نظرك، فراح يقول لك هذا الشخص أنه النظام هو الأشخاص الحاكمين للبلد. وبالفعل هذا الشيء اللي صار في البلد. احنا ما استفدنا شيء حتى اللحظة، ولم نحقق أي شيء على صعيد المجتمع والدولة. كل شيء صار عنا حتى اللحظة أنه أسقطنا نظام البعث ونظام حافظ وبشار الأسد، وجبنا بداله النظام، ولكن الإجراءات ووجهة النظر تجاه المجتمع لم تتغير أبدا. بالفترة الماضية
كان كل ما يقال بأن هذه الدولة دولة عربية وبأن الغالبية هم من العرب، وخليني أكون واضح معك، العرب المسلمين السنة. ولذلك دائما وأبدا كان يضخ في عقول الناس جميعا بأن هذه الدولة هي يجب أن تحترم وبشكل دقيق وواضح بأن غالبية المجتمع من العرب المسلمين السنة. ففائدة فكري وفائدة بالدولة لم نحققها أبدا، بقي الوضع كما هو ولكن تغيرت الأشخاص. لهذا السبب لهذا التوصيف الخاطئ للدولة، وهو ما شفت أنا لحد الآن دولة ناجحة بنت على أساسه. الناس ظلت تفكر لأنه السلطة ما عم تعطي للمجتمع المعلومة الصحيحة اللي هو لازم يتلقاها. فاللي صار معنا هلا بالوقت الراهن انه رجعوا بالنظام الجديد وبالدستور او البيان الدستوري الجديد وكل شيء عملوه في الدولة، رجعوا ركزوا هاي الفكرة، فصارت الحالة متكررة، صار في حالة تراكم. فعم يجوا هدول الناس عم يشوفوا انه مثلا الكردي على سبيل المثال، الكردي الان اصبح لديه وجود واضح في الدولة، مختلفين متفقين على الطريقة هذا شيء اخر، ولكن صار في له وجود واضح بالدولة. في عندك مثلا محافظة فيها محافظ كردي، وفي عندك مثلا شخصية كبيرة جدا عسكرية موجودة في الأركان، وكل هاي الأمور صارت موجودة. فنتيجة التربية اللي الدولة عم تعطيها للمجتمع، المجتمع عم يطلع هيك عم يشوف انه هدول ما بيستحقوا هذا الشيء، فاذا الدوله عم تعطيهم اكثر ما يستحقون. مين اللي بيستحق؟ اللي بيستحق هو الغالبيه. مين الغالبيه؟ اللي انتم على اساس قلتوا انه نحن منكم وانتم منا، يعني هذا خطاب للسلطه. فالناس صارت تتمرد حتى على السلطه اللي هي بالاصل كانت هي صاحبه الفكره الاساسيه اللي ما طورت بفكر الناس ابدا. لهذا السبب الآن هذا ترسيخ لفكرة الأغلبية والأقليات. المجتمع السوري للأسف الشديد ينظر إلى كل ما هو ليس عربي على أساس أنه أقلية، وأن هذه الدولة يجب أن تكون محكومة بقبضة الأغلبية فقط، أما الآخرين فهن أناس يعيشون على الهامش، ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، إنما هو مواطن. المواطن الغير عربي هو مواطن يجب أن يعيش على الهامش ويرضى بما يمنحه الأغلبية أو ما تمنحه الأغلبية. حالة التمرد اللي موجودة هلأ بالوقت الراهن، مثل ما ذكرت حضرتك خيمة العشائر، هي تصب في هذا الموضوع تماما. يعني عم يجي العربي، وللأسف الشديد وهي نصيحة للعرب، يجب أن نغير هذا الفكر قبل أن نتعرض كلنا للتغيير، أو قبل أن تزول الأحلام الكبيرة اللي نحن كنا عم نحلم فيها ولا زلنا عم نحلم بالمناسبة. يجب علينا أن نفكر لأول مرة بتاريخنا بطريقة التشاركية، بناء الدولة التشاركية اللي فيها كل مكونات المجتمع السوري بتشكل دولة الجميع يأخذ حقوقه على التساوي. لم تعد هذه الأمور ناجعة، يعني لم يعد أحد يستطيع أن يبني دولة بفكر العشيري أو بفكر تميز عرق على حساب عرق آخر، أو دين على دين آخر، أو مذهب على مذهب آخر، أو أي شيء آخر من التميزات الغبية اللي للأسف الشديد لسه لحد الآن عم تسيطر على الواقع السوري. المشكلة أنه الدولة لا تقوم بتوجيه الكلمة الصحيحة في المكان الصحيح، يعني الدولة لا تقول بأن هذا خاطئ. فنحن عم نعاني أيضا من مشكلة تكرار المشاكل نفسها. أيوة. في عندنا مشكلة نرجع نشوف المشكلة مرة ثانية بعد شوي من دون أن يتم علاجها. أكبر كارثة أستاذي العزيز نحن عم نواجهها هلأ واللي بدها تهدد مستقبل سوريا هي فكرة التميز العددي للعرب بسوريا بالوقت الراهن على حساب غيرهم. وهذا كله نتيجة تراكمية لكل التزوير اللي حصل على مدى أكثر من 100 عام على أرض سوريا، وانضخ في عقول الناس على أساس أنه العرب يتميزون بوجودهم هنا. فكان كل شيء خاطئ وكل شيء مزور. التعليم كان مزور، التاريخ كان مزور، الإعلام كان يزور بشكل واضح وبشكل علني ويخاطب الناس بالتزوير بكل يوم. كان الناس كلهم محرومين من حقوقهم. الآن بالوقت الراهن للأسف الشديد بعد من المفروض انتقال سياسي مهم جدا، المفروض أنه يكون هو الانتقال السياسي الأهم بتاريخ سوريا، لا نزال حتى اللحظة لا نسمح لي لا للكرد ولا لغير الكرد حتى الآخرين أنه يتحدثوا أنه هن مواطنين أصليين وحقيقيين في هذه المنطقة. نستكتر عليهم حتى قدرتهم على الكلام أو رغبتهم بالكلام لحتى يعبروا عن نفسهم. ولما بيحكوا مباشرة بنظهر التهديدات. ما حصل في خيمة العشائر هو تهديد فقط لا غير. أنا كنت قلت للأصدقاء، ويمكن إذا كان شفت بعض الكلمات اللي أنا قلتها بالأيام الماضية، أنه هو إجراء سوف يذهب إلى الجحيم، يعني ما راح يكون فيه له أي نتيجة. لكن في رسالة عم تتوجه بأنه نحن بأي لحظة ممكن أنه نعمل مشكلة ومشكلة كبيرة، فالأفضل لكم أنكم تسكتوا. يعني تهديد ورغبة من الأغلبية والمسيطرين على السلطة بأن يخاف
الرغبة منهم بأنه يشعروا الآخر بأنه خائف، مش أنه يعملوه شريك، مش أنه يقروا بشراكته، أنه يخوفوه. هذه الإجراءات من أجل إخافة الآخرين فقط لا غير. وهي يعني أنا لم أشهد حتى اللحظة دولة ناجحة ومرتاحة الناس فيها انبنت على أساس إخافة الآخرين. الدول بتنبنى على أساس التشاركية، ليس على أساس الرعب والخوف. يعني برأيك هذول اللي طلعوا راحت عليهم بشرب القهوة، يعني القهوة مثل ما يقولوا، لما راحوا على نصبوا خيم بالسويدة، لما هجموا على السويدة وعلى الساحل وعلى المسيحيين، يعني حاولوا تكرار هذه التجربة مع الكرد. يعني أنت برأيك يعني هل يعني في أيادي خارجية يعني مصلحة، يعني إذا عدنا قليلا إلى الوراء، يعني نفس هذه الشخصيات ساهمت في غزوة الساحل وغزوة السويداء، وكانت مع النظام وتهلهل تحت خيم النظام ومع إيران، ثم فجأة رأيناها تهلهل السلطة الجديدة. هل يعني برأيك هل هي يعني إضافة إلى العوامل اللي ذكرتها، يعني العامل الخارجي، يعني مصالح الدول سواء تركيا أو إيران، هناك من يقول بأن تحريك هذه الجماعات في هذه الفترة هناك يعني أيادي خارجية. ليش؟ لأنه عم يقولوا في اتفاقية 29 يناير ماشي الاندماج مع الدولة. ليش يعني فجأة طلعت هاي الجماعات العشائرية ونصبوا خيم وبدنا نعمل غزو يلا عليهم وسبي؟ يعني كيف قراءتك لهالشيء؟ نعم، شوف، عند اللي بيكون الموضوع يتناقش كرديا او نناقش قضيه كرديه او شيء يختص بالشان الكردي، فمباشره بدك تدور وراء، ما راح تتعب ابدا بانك تلاقي النتيجه انه في للدول الجاره، يعني تركيا باختصار شديد، في لها دور مهم بتحريك اي شيء بالشان الكردي السوري، لانه هذا الموضوع يشكل قلق كبير جدا لتركيا. وتركيا حتى تركيا ما بتخجل من ان تذكر هذا الموضوع، وتركيا غير راضي ابدا. بين قوسين أنا من المعترضين على كل ما يسمى اندماج، ولكن حتى هذا الاندماج تركيا لا تريده، هذا أكيد بدون شك. فلا شك بأنه تركيا لها دور مهم جدا بتحريك هذا الموضوع بشكل غير مباشر. ولكن ما أحب أن أضيفه بأنه كمان ما لازم نبرئ السلطة السورية من هذا الموضوع. تركيا لها دور مهم جدا. تركيا غير راضية عن أي وجود سياسي للكرد في سوريا، حتى لو كان سياسي أو حتى لو كان دور وهمي، يعني ليس دور حقيقي مثل ما هو هلأ بالوقت الراهن. الآن الدور الكردي هو دور ضعيف جدا، والاتفاقات التي حصلت هي بصراحة لا ترقى إلى الطموحات ولا حتى إلى جزء بسيط من الطموحات. ولكن مع ذلك تركيا لا تريد هذا الشيء، هي لا تريد وجودا سياسيا للكرد أبدا في الواقع السوري. على أي حال، هل هذا حصل بعلم السلطة السوري ولا بعدم علم السلطة السوري؟ أنا من الذين يعتقدون بأن هذا حصل ترتيبا مع السلطة السورية. يعني الوساطة بين الدولة التركية وبين العشائر هو السلطة السورية التي تدعي الآن بأنها تفاجأت بالموضوع وبأنها لا تعلم أبدا القصة. للأسف الشديد يعني يؤلم هذا الكلام، أنه نقول أنه دائما وأبدا نحن في عنا من أبناء بلدنا اللي دائما بيخلي السياسات اللي عم تطبق للدول ضمن حدود سوريا هي دائما بأيدي سوري، إما السلطة السورية بتكون مشاركة أو أحد الاتجاهات. ما هي المرة الأولى، يعني العشائر مو دائما هن المسؤولين. أنت بتعرف قضية عفرين الكبيرة جدا لم يكن العشائر، هناك كانت اتجاهات أخرى هي من كانت يد للأتراك وغير الأتراك. حتى الدول الثانية اللي موجودة بالداخل السوري واللي لها نفوذ بالداخل السوري في كمان اتجاهات ثانية عم تساعدها لتنفيذ سياساتها. فهذا خطأ كبير جدا. في شغلة مهمة جدا بهذا التساؤل، اسمح لي أن أقولها، تفضل. إنه أنا بوجه رسالة لأعزائنا العشائر، إنه أنتم دائما وأبدا يا أخي بتكونوا دائما وأبدا سلاح للسلطة، سلاح أول للسلطة، وهذا الشيء عم يقصيكم عن المجتمع السوري. ما هي المرة الأولى اللي بتقوموا بهذا الشيء، ما هي المرة الأولى اللي لما بيكون في رئيس اسمه أحمد الشرع وسلطة سورية راهنة عم تستخدمكم. أنتم تم استخدامكم خلال فترات زمنية طويلة بتاريخ سوريا لمصلحة السلطة، وكانت دائما تستخدمكم لقمع أبناء البلد الآخرين. المفروض أنه يكون في مطالب لكم لأبناء البلد تتوجه نحو السلطة وتطالبوا ببناء الدولة بشكل عادل ينصف الجميع، وأنتم تأخذوا حقوقكم
قبل غيركم. أما للأسف الشديد أسهل من يتم استخدامه في الواقع السوري هن العشائر، فلازم يتنبهوا لهذا الموضوع. الآن مزبوط. كلمة عشيري أو قبيلي أستاذي العزيز في الواقع السوري أصبحت كلمة سيئة. هلا إذا كان مزبوط. بتحكي ابن الساحل كلمة عشيري فأنت بتعمل له استفزاز، إذا بتحكي الكردي كلمة عشيري كلمة فقط لا غير بتسبب له استفزاز. أيضا الدرزي، طيب هدول مو بس اخوتنا، هدول شركائنا في الوطن، هدول لهم دور تاريخي بالوطن، هدول حموا الوطن في فتره من الفترات وقدموا ارواحهم وقدموا اموالهم وقدموا كل ما يملكون من اجل هذا الوطن اللي نحن عايشين كلياته فيه. فاذا المفروض انه نحن كلياتنا يكون لنا مطالبات باتجاه السلطه، مزبوط. وليس ان نكون سلاح، ليس ان نكون سلاح عفوي وهمجي للسلطه يعني مزبوط. بصراحه. بالاول وبالاخير ماذا انتجت هذه الامور؟ مزيد من الحقد، كثير من الدم، وايضا سوريا البلد اللي كلياتنا ندعي ادعاء انه بدنا نحافظ عليه اصبح يعني تقريبا في مهب الريح ومقسم. النتيجه سلبيه، فاذا كل شيء عم يحصل سلبي. هلا تفضلت يعني حول الاندماج، يعني حكيت عن الاندماج انه يعني ما يرتقي الى الطموح الكردي. برايك يعني حتى يعني انا كمان متفق معك انه هذا لا يلبي طموح الكردي، يعني هو اتفاق عسكري اداري، يعني امني اداري عسكري. برايك يعني حسب المعطيات وحسب العمليه اللي عم تصير من فتره، يعني راح تنجح هاي عملية الاندماج وإلى أي مدى يعني احتمالات فشلها في أي جوانب، يعني الجوانب العسكرية صارت اندماج، لكن هناك اختلاف عندما تعود القضية إلى يعني القضية إلى تصبح سياسية، قضية الكردية، قضية الدستور، قضية حقوق الشعب. هل أنت متفائل بأن هذه الاتفاقية يمكن أن تنجح؟ أنا مش بس قضية متفائل أو غير متفائل، أنا متأكد بأن هذا الاندماج وهذه الاتفاقيات هي وهم وسوف تسقط بوقت من الأوقات. أنا أعتقد جازما بأن هذا سوف يحصل، ولكن إذا طلبت مني إيجابي منطقي تدرس الأمور من نواحيها كاملة، فبدي أقول لك شيء مختلف. تفضل. أنا بعتقد إنه هاي الحالة اللي عم نشوفها، اللي ما عم بتناقش ابدا، حتى لو كان في كلام معاكس بالنسبه للشعب الكردي، ليس هناك نقاش لحقوق الشعب الكردي في كل ما يحصل. الان الحالة هي حالة عسكريه وحالة سياسيه فقط لا غير بالدولة، وهن الطرفين بيعرفوا انه هي مرحله مؤقته سوف تسقط بينهم قريبا. وبعتقد انه الموضوع هو لعب فيه دور كبير جدا الضغوطات الدوليه، كلياتنا بنتذكر توماس براك وغير توماس براك لما كانوا رايحين جايين مزبوط. يضغطوا على قوات سوريا الديمقراطيه من اجل تنفيذ سياسات هلا عم نشوفها بتخص الحرب الايرانيه وبتخص كثير من الامور. لكن بعيدا عن هذا الموضوع بعتقد انه لعب دور كثير كبير في الضغط الدولي. لكن كمان بعيدا عن هذا الموضوع، من يجاوبك بدقه على هذا السؤال ليس انا ولا انت. من يجاوبك بدقة على سؤال هل سوف تصمد أو تسقط هذه الاتفاقيات هو الشعب الكردي، وليس ليس أحد من المحللين، ولا يستطيع أحد التوقع. إذا كان الشعب الكردي راضيا، أنا هلا ما أقول الشعب الكردي راضي أو غير راضي، أنا أقول إذا، وإذا أداة شرط غير جازمة. مزبوط. إذا كان الشعب الكردي راضيا عن هذه الاتفاقية فسوف تصمد ل1000 عام، وإذا كان الشعب الكردي بأغلبيته غير راضي عن هذا، فيجب على قوات سوريا الديمقراطية وسياسيها وعسكريها أن يعلموا بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء بدون هذا الشعب الكردي، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. فرضا الشعب الكردي هو اللي بيضمن الاستمرارية. وأعتقد أنك لو سألت أي إنسان بسوريا ماشي بالشارع، مو بالضرورة يكون عربي ولا كردي، وبتقول له برأيك الشعب الكردي راضي، بيقول لك يا عمي روح العب غيرها، تضحك علي. أنا ما مقتنع بالموضوع هذا. مزبوط. الشعب الكردي غير راضي عن هذه الاتفاقيه، لانه بصراحه حقوقه اللي كنا نحكي فيها كلياتنا، واللي يعني هي حقوق يجب ان تكون دستوريه. استاذي العزيز، كيف تكتب دستورا او بيان دستوري وبعد ما تكتبه بتيجي بدك تتفاهم مع الناس على حقوقها؟ المفروض انه تتفاهم مع الناس على حقوقها وبعدين تكتب الدستور على اساس التفاهمات. صح. مزبوط. الموضوع كله بشكل خاطئ. فهذا بدلك دلاله قطعيه على انه الطرفين هن بيعرفوا انه هن بدهم يتجاوزوا مرحله، وهي المرحله هي مرتبطه بشكل اساسي بالتطورات العسكريه والسياسيه اللي عم تصير هلا بالشرق الاوسط. اما لاحقا سوف تجد بان كل ما تحدثوا عنه
سوف يسقط ويصبح ماضيا مؤلما، وأنا أتوقع بأن يعودوا للحرب من جديد بالمناسبة. في آراء يعني ضمن الشارع الكردي، مش الشارع الكردي، يعني الأحزاب السياسية، إذا أخذنا المجلس الوطني الكردي أو شخصيات مستقلة، يرون في ما يسمى بمجلس الشعب، يعني هذا المجلس المعين بكافة أعضائه، بأن على الرغم من تمثيل الكردي كان تمثيلا مناطقيا وليس تمثيلا للكرد كشعب أو حتى أحزاب سياسية، لكنهم يتفائلون بأنهم يستطيعون تغيير الدستور الآن دستوري أو سن قوانين، يعني فرض قوانين ضمن هذا المجلس والدفاع عن حقوق الشعب الكردي. كيف تقرأ هذه الرؤية؟ من كان يريد أن يعيش في الوهم فليعيش. إذا كان هناك أي إنسان عربي كردي تركماني شركسي، هي بالنسبة لمجلس الشعب بشكل عام، من كان يريد أن يعيش في الوهم فليعيش. الوهم جميل، أحيانا بنعيش بالوهم لفترات زمنية طويلة وبعدين ربما نستيقظ من هذا الوهم بعد فترة زمنية، ولكن بالفترة اللي أنت أو أنا بنكون موهومين فيها بنكون مبسوطين. فهذا الحكي هو مجرد وهم كبير جدا. أول شيء، الآلية اللي انبنى عليها مجلس الشعب هي ليست مجلس شعب وليست برلمان، إنما هو مجلس لأحمد الشعب. صراحة هاي من الأخير، مجلس للرئيس. الرئيس هو من أول شيء وكل اللجان باختيار أعضاء مجلس شعب بالثلثين، وبعدين هو الزلمة اجى وفر علينا المسافة، قال ما في داعي اختار الباقين. فأنا أول شيء بستغرب إنه إنسان بيخرق الديمقراطية هالخرق الكبير جدا وبيقبل انه يكون عضو في مجلس الشعب، كيف انا بدي احط فيه طموح انه ممكن هذا يكون عم يشتغل او بده يشتغل بالمستقبل؟ هاي بدايه. اما بالنسبه للشعب الكردي بحد ذاته، خلونا نستنى. وانا هلا عم بدخل عمليه تحدي، وقليل من المرات بدخل عمليه تحدي. انا ما بعرف قديش ممكن تستمر هذه الحاله. اول شيء لمندوبين مجلس الشعب جميعا وخصوصا الكرد، لا تضحكوا على الناس اللي للاسف الشديد المها عم يخليها تتامل وهي بتعرف انه ما في امل من هذا الموضوع ابدا. انتم خليكم واقعيين، انتم لم تاتوا لكي تفعلوا شيئا، انتم تكلفتوا تكليف، واللي يتكلف تكليف بيكون في عنده قبل ما يتكلف بيكون في عنده بروجرام معين، لا تطلع فوق ولا تنزل تحته. هذا هو المجال اللي انت بامكانك تتحرك فيه. اما بالنسبه للفرقعه الاعلامي اللي عم يتحدثوا عنها الكرد وغير الكرد، فانا بعتقد هي فقط مجرد بروباغندا. يعني هن بدهم يحاولوا يحسنوا صورتهم وصوره مجلس الشعب اللي هن موجودين فيه، لهاس وراء المناصب ووراء المنفخه اللي للاسف الشديد في كثير بيحبوها. اما ان يكون هناك تلبيه لمطالب الشعب الكردي يا سيدي وغير الشعب الكردي، فهو مثل ما قلت لك ضرب من المحال. الان لا يوجد احد على الساحه الكردي يتحدث بالشعب الكردي سياسيا وعسكريا ومن كل النواحي. الآن الجميع أصبح مرتبط بشكل من الأشكال بهذه الدولة ولا أحد يتحدث. أنا بمنتهى الصراحة راح أقول للشعب الكردي وجهة نظري، مثل ما وصفتني أنت كصديق ومثل ما أنا وصفت حالي كإنسان يقول الحقيقة فقط. تقبلوها مني بيسعدني هذا الشيء، ما تقبلوها مني كمان بيسعدني هذا الشيء، ما عندي مشكلة. الآن لا يوجد أي اتجاه كردي له ارتباط مع النظام يتحدث بقضية الشعب الكردي أبدا، لا المجلس الوطني والأنكسة ولا حتى قوات سوريا الديمقراطية. ما في حدا عم يحكي بحقوق الشعب الكردي، ولن يتحقق أي شيء بوجود السلطة الراهنة. ما راح تحققوا أي شيء ولو كان إنجاز بسيط جدا على صعيد القضية الكردية. فلا داعي للكذب، يكذبوا علينا هذول الموجودين مع السلطة بمجلس الشعب ولا غيره. وما في داعي كمان نحن الناس العاديين اللي عم تراقب من بعد انه يكون في عندنا رغبه بانه نعالج نفسنا بالوهم، لانه الوهم نهايته كثير سيئه. نعم، برايك شو الحل الافضل يعني لمعالجه كل هذه القضايا التراكميه، يعني كرؤيه، يعني رؤيه سوريا المستقبل، يعني بوجود كل هذا التنوع العرقي والطائفي والثقافي في سوريا؟ شو الحل الافضل لسوريا وللقضيه الكرديه بشكل خاص ايضا؟ يعني شوف، القضية الكردية هي قضية محورية على الواقع السوري، وتهميش القضية الكردية هو وضع ألغام تنفجر بأي لحظة في الأرض السورية. فعند اللي بدنا نعالج الواقع السوري لازم نحط في بالنا، وهي نصيحة هلأ بقى لغير الكرد اللي هن العرب وغير العرب، بطلوا عادة التجاهل للقضية الكردية، لأنه هاي القضية إما بتبني سوريا أو بتدمر سوريا. هاي من الأخير.
لهذا السبب عند اللي بدنا نفكر، أول شيء بدي أنا أحكي على الصعيد السوري وبعدين بدي أرجع للواقع الكردي. تفضل. تفضل. على الصعيد السوري دولنا عم تنبنى على أساس ديكتاتوري تحل بدل ديكتاتوري. يجب علينا أن نتوحد جميعا كسوريين بجبهة معارضة واحدة. هذا التشرذم الموجود هلا بالوقت الراهن هذا يجب أن ينتهي. يجب أن يكون هناك وحدة للمعارضة في حالة معارضة وجسم معارضة واحد يشمل الجميع للمعارضين للسلطة السورية، ويكون هو مهمته التحضير لمرحلة مقبلة لابد أنها مقبلة لسوريا، لأنه الحكومة أو السلطة الراهنة الموجودة هلا بالوقت الراهن هي مجرد سلطة وظيفية تنتهي بعقد العمل اللي عم تشتغل. فلازم نكون جاهزين. فاذا التوحد على الصعيد السوري لازم يكون موجود، وللاسف ما هو موجود لسه لحد الان. العلويين لحالهم، دروز لحالهم، الكرد لحالهم، الاتجاهات السياسيه السنيه كمان لحالها، كل واحد عم يشتغل لحاله وكانه هو بالمستقبل بده الامريكان يقولوا له تفضل استلم البلد مثل ما قالوا لاحمد الشيخ. كانوا يقولون هيك. هذا لن يكون. اذا ظلت الحاله هيك فنحن رايحين باتجاه مجلس عسكري يحكم البلد، وانا اعتقد انه بهالوضع الراهن اللي نحن عايشينه سوف يكون سوريا بالمستقبل محكومه بمجلس عسكري يعني يضع البلد جديد بالطريق الصحيح ربما. هاي على الصعيد السوري حاله التشرذم كارثيه عند المعارضه والجميع متهم بهذا. برجع مره ثانيه، الدروز، العلويين، الكرد، الاتجاهات السياسيه السنيه وهي كثيره جدا، تشرذمكم عيب وعار في مرحله سوريا عم بتواجه فيها اقسى واحقر مراحل وجودها واخطر مراحل وجودها. على صعيد القضيه الكرديه في اتجاهين سياسيات كرديات هن اكثر نفوذا بغض النظر عن الاحزاب اللي موجوده هنا وهناك، عددها كثير كبير وانا بستغرب، لكن موجود هذا الواقع. في عنا المجلس الوطني وفي عنا قوات سوريا الديمقراطيه. الحقيقه انه المجلس الوطني تراكم فشل، يعني بصراحه للامانه تراكم فشل. يعني كل ما صارت سلطه بيلحقها المجلس الوطني لحاله، ما هن بينادوا. عيب، هذا عيب، هذا عيب عليكم. يعني لازم تصحوا، انتم عندكم قضيه، انتم مو عم تحكوا لحتى بس تكونوا موجودين سياسيا بمجلس او موجودين بحكومه، انتم عندكم قضيه يجب ان لا تقبلوا الا على الاقل بضمانات حقيقيه بتصرح فيها السلطه بانه هاي الامور سوف يتم مناقشتها، وهذا ما شفناه ابدا. كان المجلس الوطني موجود مع الائتلاف يا رجل، وهن اخوان مسلمين حقيقيين وتدعمهم اكثر القوى اعداء للكرد كانوا موجودين معه. بعدين اجت السلطه السوريه الراهنين مباشره كمان راحوا معها وصاروا يروحوا ويرجعوا على سوريا ويعطوا خدماتهم على الحكومه السوريه. فاذا انا بصراحه جماعه المجلس الوطني غاسل ايدي منهم وبعتقد انه ما منهم. بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطي تعاني من ضعف شديد جدا، سياساتها خاطئه. الحقيقه انه يتحملون الكثير مما حصل. صحيح انا قلت انه في ضغوطات دوليه عليهم، لكن يتحملون الكثير مما حصل نتائجه، وعندهم اخطاء كارثيه كبيره جدا هي قادتهم لهون برغم من الضغوط الدوليه. لكن مع ذلك يجب على الشعب الكردي ان يفهم شيء واحد: انت بحاجه الى بدايه جديده. انت بحاجه الى بدايه جديده. وهلا رح يزعلوا مني قوات سوريا الديمقراطيه لان كثير منهم اصدقائي، هذا الشيء معروف، ولكن لن اقول الا الحقيقه وما راح جامل حدا. الشعب الكردي بحاجه ان يفكر بمصلحته وليس بولائه للاشخاص وللاتجاهات السياسيه. مصلحه الشعب الكردي حتى يكون شريك في بناء سوريا في المستقبل، فانت بحاجه الى قوه شعبيه وتفرز او تفرز قوه سياسيه. انا ادعو الشعب الكردي الى البحث عن بديل لقوات سوريا الديمقراطيه وللمجلس الوطني. بصراحه انا اراهم غير قادرين وغير كفؤين للمرحله الراهنه اللي نحن عايشينها، لانه نحن بهمنا القضيه الكرديه ولا يهمنا ان يبقى متصدرين للواقع السياسي اشخاص او اتجاهات سياسيه ولنا ولا لها. هكذا تضيع الحقوق، وهكذا تضيع المجتمعات، وهكذا لا يعني نذهب بكل الاحلام التي حلم بها الشعب الكردي وقدم تضحيات على مدى الاف السنين. يا صديقي العزيز، الشعوب تقدم ضحايا 10 سنين و15 سنه و20 سنه. هذا الشعب من 1500 سنه و2000 سنه لحد الان عم يقدم ضحايا. القضيه مو قضيه 2000 و3000 و30000 مع داعش و50000 ما بعرف وين، مش القضيه هيك. شعب كل عمره عم بيناضل. يجب ان يتوقف هذا النضال خلاص ونوصل لمرحله انه يعيش مرتاح في المكان اللي هو موجود فيه اللي هي ارضه التاريخيه. فاذا بهالحاله هاي انتم واضح جدا انكم غير قادرين على انه تكونوا نخبه لهذا الشعب. يجب ان يكون ادعو الشعب الكردي الى البحث عن بديل. استاذ عبد الرزاق، تحياتي وشكرا لك على كل هذه الاراء الجريئه والصادقه يعني والصريحه يعني،
وكنت ضيفا عزيزا على منصة كردي بودكاست. يعني صديقي العزيز، متعودين مني الجميع على صراحتي الكبيرة جدا، وأنا دائما أقول ما في قلبي وما في رأسي. بعرف أنه بعض الكلام اللي تحدثت فيه هو صادم قد يكون للعرب وقد يكون صادم للكرد أيضا، ولكن بصراحة فليعلم الجميع أنا ليس لدي هذه الرغبة بأن أجامل أحد، وبصراحة فاشل جدا بالمجاملة. يعني لو جيت جامل راح أفشل. كان هيك حكيت اللي أنا أعتقد بأنه صحيح، وإذا كان غير صحيح فأنا إنسان أخطئ وأصيب بدون شك، لست ملاكا. بالتأكيد. ولكن لا أريد من أحد أن يكون لديه سلبيات بداخله أو آثار سلبي. أنا فقط أقول ما أراه صحيحا. وأنا كمان من جهتي كنت سعيد جدا بوجودي معك، وما هي المرة الأولى ولا الثانية ولا العاشرة ولا إن الألف اللي شاء الله. بتحدث فيها مع الشعب الكردي. أنا عندما يكون موجود مع الكرد أنا أتحدث معهم كواحد منهم، ولست كإنسان شكرا. غريب. يعني أنا شكرا. يشعرني هذا الشيء بالسعادة. شكرا على صراحتك، وكنت ضيف عزيز. إن شاء الله نلتقي في حلقات مقبلة. أول بالتوفيق شيء دائما، أشكر. شكرا شكرا. بنراني خوشویست و شوپینر ام گهانه داویا به خلکی حتی خلک کنو بین خیر و خوشی دا و ساعتا و تبدا خوش.